طاقة كهرباء وبخار وتبريد في نظام واحد بأبو رواش في قلب مجمع أبو رواش الصناعي. بتقف محطة إنتاج الطاقة الثلاثية كواحد من المشروعات القومية اللي بتمثل نقلة كبيرة في أسلوب إدارة واستخدام الطاقة في مصر. المحطة دي بتجمع بين إنتاج الكهرباء والبخار والمية المبردة في نظام واحد حديث وموفر. المحطة بتقدر تنتج 27 ميجا وات ساعة كهرباء وكمان 16 طن ساعة بخار، دي غير نحو 430 طن من المية المبردة اللي بيتم استخدامها في تشغيل مرافق المجمع. الفكرة الأساسية هنا إنها بتستغل الطاقة بأعلى كفاءة وبتقلل الهدر اللي كان موجود في الأنظمة التقليدية. الإنجاز الحقيقي بقى في تأثيرها على البيئة. المحطة ساهمت في خفض استهلاك المحروقات بنسبة 25% مقارنة بالطرق العادية، وكمان قللت البصمة الكربونية بحوالي 40 ألف طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودي إنجاز كبير لأي منشأة صناعية. ببساطة، محطة أبو رواش للطاقة الثلاثية مش مجرد مشروع، ده خطوة مهمة في طريق دولة شغالة بجد على التحول لطاقة نظيفة وكفاءة أعلى في استغلال الموارد.